يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعد. تعالوا بجد نشوف الأب بيتعب ازاي. كل يوم بيخرج الصبح، بيروح شغله. ممكن كمان وهو خارج ممكن ان هو ما يفطرش وبيسيب لنا المصروف وبيطمن علينا وبيخرج يروح شغله. بيخرج طول النهار ويتعب ويشقى، ويلاقي مكالمة تليفون نقول له ايه، عايزين حاجة حلوة وانت جاي، هات لنا مش عارف ايه وانت جاي. وبيجري برضه في الشارع وبيسعى وبيتعب ويجيب لنا اللي احنا عايزينه. واحنا قاعدين في البيت بنلاقي الخير بتاعه كله داخل علينا ويجيب لنا كل الحلو. احنا عايزين بس نعرف ان السكوتر الصغنن ده نعتبره الاب، والكيس الشيبسي الصغنن ده اكن الاولاد هما اللي هيتكلموا دلوقتي معانا. صدقوني هي مش حدوته فعلا، هو الواقع اللي احنا عايشينه. لو تشوف قد ايه ايده متبهدله، هنفترض ان الايد اللي قدامنا دي ايده فعلا. شايفين قد ايه ايده متبهدله علشان يقدر ان هو يشتغل ويجتهد ويجيب لنا القرش وهو راجع. وفي الاخر ايدينا احنا الحلوة دي اللي بتاخد الحاجة الحلوة منه، او تاخد المصروف، او تاخد الحاجة اللي هو جايبها لنا بغض النظر ايه هي. ممكن يكون حتى مصاريف المدرسة او الدراسة او اللبس او الفسح او انتوا عارفين الاب بيجيب قد ايه. فهو بعد ما يجيب لنا الحاجة اللي احنا عايزينها بيجري تاني ويروح الشغل بتاعه تاني، واللي انتوا طالبينه منه برضه بيجيبه لكم، ما بيقولش لا. تعالوا نفرض مرة كده قال لنا طب انا مش قادر النهاردة، هتزعلوا؟ العيل بيزعل. طب انت مش فاكر ان هو كان تعبان وشقيان علشان يجيب لك، او جاب لك امبارح، او جاب لك قبل كده؟ مش فاكر كل ده؟ جاي النهارده تقول له لا يا بابا اصل انا عايز، اصل انا نفسي؟ طب هو بيجيب ما بيقولش لا. فحاولوا بس ان انتوا تصبروا عليه، وحاولوا كمان ان هو لما يجيب الحاجة تشوفوها بعين حلوة، تشوفوها بطريقته هو جابها ازاي، وهو بيتعب وهو بيجري وهو عامل حسابه ان اللي قاعد في البيت ده انا اللي هجيب له مش هو اللي هيجيب لي. متخيلين وانتوا قاعدين في البيت كل حاجة بتجيلكوا؟ متخيلينها دي؟ وفي الاخر ناكل ونجري ونلعب، ولما نقول له بس عايزين حاجة ويقول لنا مش قادر عليها بنزعل. طب هو جاب لنفسه ايه؟ طب هو عمل ايه؟ انا بتكلم على الابهات الطبيعيه بتاعتنا، اللي هو بيجري ويشقى، وبص في الاخر بعد ما اكل واشرب برمي الكيسه وانسى هو جاب لي ايه. ممكن بعديها بشويه يقول له بابا ما تنساش وانت جاي بكره هاتلي كذا، وهو يقول لك حاضر، هو يقول لك طيب اللي انت نفسك فيه عجبهولك. بس مش عايزين نزعل منه لما هو يأثر معانا، لان هو فعلا ما أثرش، انتوا اللي شايفينه كده. عمره ما بيأثر، ده بالعكس. كل يوم بيخرج بيبقى عايز يجيب لكم الاحسن، واليوم اللي ما بيجيبش فيه بيبقى نفسه ان هو يجيبه، نفسه ان ربنا يرزقه علشانكم. وفي حاجات كتير قوي انتوا مش واخدين بالكم منها، او ما بيجيبش الحاجات اللي انتوا شايفينها قدام عينيكم. ده بيعمل حساب للمستقبل اللي هو بعد الشر، يعني لما يمشي بعد الشر يعني بيسيبها لكم برضه. ساعات بيسيب لكم العقارات ويسيب لكم العربيات ويسيب لكم المحل ويسيب لكم. اكيد يعني هو عامل حسابه لكده. بس انتوا فاكرين ان انتوا عايشين معاه يوم بيوم؟ ده في الاخر بص بياخد ايه؟ في الاخر بياخد الدواء بتاعه بس. يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي بياخدها عشان تخفف عليه بقية الحمل بتاع اليوم، وعلشان تقدر تقويه لتاني يوم، وياخد برضو عربيته او ياخد مواصلة ويخرج تاني. انا عايزاكم تتخيلوا كل اللي انا بقوله. الايد اللي تعبانة اللي مربوطة دي ايد الاب، الايد التانية هي ايد الابن. العجلة ولا السكوتر ولا حتى وهو واخدها مشي، ده الاب نفسه. بص الابن بياخد ايه؟ بياكل ويشرب ويجري، والاب يا عيني بياخد ايه؟ حبة الأدوية، ومع ذلك بيبقى مبسوط وفرحان. ولو انت عاوز عيني برضه هيديها لك. الأب نعمة ما تتعوضش، وكل يوم وهو خارج بيقول يا رب ارزقني برزق عيالي، ويا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.